معانا دلوقتي عبير فنانة تشكيلية وهتعرفنا هي بتعمل ايه. ازيك يا عبير؟ عاملة الحمد لله جميل. انت اخبار؟ الحمد لله. بتعملي ايه هنا بقى؟ احنا في المعرض النهارده حبينا ان احنا نشارك احتفاليه 6 اكتوبر. كل واحد فينا عامل الفنون بتاعته او الهاند ميدز اللي بيعملها. انت متخصصة في ايه بقى بالظبط؟ انا متخصصه في الموزايك، او نقدر نقول الازاز المعشق، او نقدر نقول فصيفساء زي ما تحبي، يعني اني ثينج. وكمان وعجينه سيراميك. دايما اعرف الازاز المعشق ده بيبقى شغله صعب قوي، مش اي حد بيعرف يعمله. انت اتعلمتي الموضوع ده ازاي؟ لا، انا علمته نفسي بنفسي، ما حدش علمني. لكن موضوع الفنون التشكيليه عموما انا خدت فيها كورسز قبل كده. موضوع الازاز المعشق دوت عباره عن ان احنا بنجيب ازاز. امسكي لنا كده واحده واشرحي للمشاهدين. ده انا بجيب الخامه. ده كاس عادي، من يعني كاس انت هتشتري كاس. كاس هنشتري كاس ازاز عادي خالص، ازاز مصري عادي. ازاز مصري عادي. ليه ما بناخدش ازاز مستورد؟ لان هو كده كده هيتحط عليه شغل، فمش هيبان الخامه انها جيده او لا يعني. ببتدي اجيب الازاز ده بقى الامريكي، اللي هو الازاز الملون ده ده ازاز مش سيراميك؟ لا، ازاز. لا، في سيراميك بيتعمل معشقات، بس بيتعمل على الفخاريات والجدريات الكبيره. ده ازاز امريكي بيبقى ساده ولا ملون؟ في منه ملون زي ما حضرتك شايفه كده، في منه معشق، وفي منه يعني بصي ازاي شفاف او متلج يعني زي كده. دي اباجوره اصلا؟ دي اباجوره برضو. ده بيبقى متلج، دي لما بتنور بتبقى واو قوي يعني. ده متلج. في منه كمان بيبقى زي ما يكون رخامي زي كده. دي رخامي، دي شكلها مدي على ازاز برضو اللي هو المرايه. دي بقى مرايات. انا بقى مطعمه هنا. دي انا حاطه قطع مرايات، وهنا هوت ده الازاز الامريكي اللي قلت لك عليه، بس انا مقطعاه نفس التقطيعه بتاعه المرايه عشان يبقى شكلها زي ما انت شايفاها كده. بتقطعيه، بتبقي دارسه مثلا شكل الديزاين وبعد كده بتقطعيه مثلا بحجم معين او بقطر معين وبعدين تلزقيه؟ يعني انا دلوقتي الشكل ده لازم يترسم الاول. يعني انا الاول برسمه على الازاز. يعني مش كده؟ مش لا، يعني لو مش مجرد ازازه دي رسمه. يعني دي رسمه مثلا، دي قدامي رسمه اهي، انا دي لازم ارسمها الاول. وبتلونيها؟ لا، انا برسمها وبجيب الازاز هو ملون. لا، انا قصدي الرسمه وانتي بترسميها بتلونيها. لا لا، سيبي التلوين ده في الاخر. بحط الالوان دي انا بالرؤيه اللي انا شايفاها. يعني انا شايفه ان هو ده هيمشي حاجه اورينتال قوي، وحاجه مصري زي عروسه المولد كده، ما بنعمل عروسه المولد. شايفه عينه. ايوه، هي فعلا حاجه اورينتال قوي. ف بجيبها، باخد التصميم اللي انا عايزاه، يعني باخد الرؤيه اللي انا عايزاها، وبعد كده ببتدي اصمم بقى التصميم اللي انا عايزاه. بس فبيتعمل بعده طرق. بيبقى ده جواه شمعه ولا جواه اضاءه؟ شمعدان. ده شمعدان، ده بيبقى جواه شمع. يعني انا بعمل له شمعه وبعمل له شمعدان. ده بينور زي الشمعدان يعني. لكن دولت اللي دي اباجورات بتنور باضاءه، يعني دي متوصله بكهرباء. دي بتنور باضاءه. يعني بصي ازاي. دي بتنور باضاءه من هنا. انا اللي بعمل وحده الاضاءه دي برضو. ده انت دارسه كهرباء بقى، ده انت عارفه في الكهرباء. لا، يعني انا حابه ان انا اعمل كل حاجه بايدي هاند ميد. ما بحبش اودي حاجه لحد، لان ما حدش هيعمل لي حاجه مظبوطه زي انا ما اعمل. فكل حاجه انا اللي بعملها بايديا يعني. ده بالنسبه للازاز المعشق المزيف. انا بقى شايفه يعني تحفه. ده ايه ده؟ دي بقى دي عجينه سيراميك يعني. ده ايه ده اصلا التصميم ده؟ انا شلت طبق. هو طبق عادي. احنا بنجيب دي اطباق عاديه. طب انا حابه ان انا اعمل ديكور على اطباق. حابه اعمل انا عامله مجموعه كبيره قوي في حاجات كتير قوي، مش بس على اطباق. بجيب الاطباق، ببتدي. دي كمان عجينه على فكره، دي عجينه سيراميك، وانا عاملاها بالديزاين اللي بتلونيها. انا اللي بعد ما على فكره انا عاملاها بطريقه بسيطه جدا. انا بشرها في المبشره والله عشان تديني الشكل اللي انت شايفاه دوت. بعد ما عملتها كده لزقتها هنا، وبعد كده بدات عملت الوردات دي. الوردات دي كلها انت اللي عاملاها؟ هاند ميد. كل تفصيله فيها، يعني كل ورده حتى الصغنطوطه دي انا اللي عاملاها. يعني حتى الحاجات الصغيره. عصفور الجنه ده الحمد لله كنت انا اول واحده اعمله. الحمد لله رب العالمين. كنت اول حد اعمله. انا شايفه كمان السعر مش عالي. يعني دي ب 65 جنيه اللي هي هاند ميد. دايما الهاند ميد بيبقى غالي، سعره مرتفع. لكن احنا حابين ان احنا يعني عايزه اقول لك ايه، ننمي روح الشباب وننمي روح نخلي الناس تشتري مننا وتشتري المصري. اجمل من انك تشتري اي حاجه من بره. حاجه احنا عاملينها بايدينا اجمل من الصيني، واجمل من الحاجات اللي احنا بنجيبها من بره. وكمان اسعارها في متاح، يعني الكل ممكن يشتريها والكل ممكن يقتنيها، واسعارها معقوله. وحاجه دي لو جاي من بره مثلا هتعدي مثلا 300 جنيه. ممكن تعدي. والناس هتشتريها لانها عقده الخواجه اللي انت عارفاها طبعا. انا عايزه اوريكي الازرق دوت، لان هو جديد.
حاسبي حاجه تقع. الحمد لله. ده عجينه سيراميك برضو. انا اشتريت الوحده دي اللي هي الازاز دوت انا شارياه، لكن انا اللي عملت له الشغل ده جواه. دي حاجه بجد عجباني قوي ان هو يبقى شكله. ده تصميمك؟ انا اللي مصمماه. مفيش اي تصميمات بتجيبيها من على خلال الانترنت؟ لا مفيش حاجه بجيبها من خلال الانترنت، كله من وحي الخيال. لا انا كده يبقى انا مش بعمل حاجه، يبقى انا كده بعمل كوبي. لا انا مش عايزه اعمل كوبي، انا عايزه شغلاه كله هاند ميد. بصي بقى يا ستي دوت انا عاملاه مدعماه على حديد. على حديد؟ على حديد لو اخدتي بالك، بس هو مش باين قوي. على حديد هنا وبعد من تحت. يعني على ايوه زي كده، يعني على حديد زي كده. وبعد كده بجيب حاجه اسمها فلاور تيب وبلف على الحديد ده فلاور تيب علشان يبقى متداري، ما يبقاش باين ان ده حديد يعني. وبعد كده بحط الورده عليه وابتدي اعملها البوكيه زي ما انت شايفه كده، فبيبقى شكله جميل وظريف يعني. ده سعره قد ايه؟ ده 100 جنيه. ولو ان الكيس فاضي، لو ان الكيس ده فاضي انا شاريه فاضي ب 55 جنيه. فانا عايزه اقول لك الربح بسيط جدا، الربح بسيط جدا، لكن انا حابه ان انا اقلل في اسعاري علشان اشجع الصناعه المصريه واشجع المنتج المصري. بنشكرك، وان شاء الله الناس كلها تيجي تشتري من عندك، وبالتوفيق ان شاء الله. ميرسي، ربنا يخليكي، ميرسي كتير قوي، ربنا يخليكي، ميرسي.